بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي الآن مع أحد الشاهدين الذين عاصروا مجزرة الطنطورة التي حدثت سنة 48. طبعا بلدة الطنطورة تقع جنوب حيفا. ارتكبت العصابات اليهودية فيها مجزرة هائلة جدا، ذهب ضحيتها أكثر من 200 شخص. ونتعرف على الشاهدة. شو اسمك يا حجة؟ اسمي رحمة بيرومي. رحمة بيرومي. معي جواز أردني. والحمد لله، وطلعت من فلسطين عمري 10 سنين بال11 بقى. زوجة مين يا حجة انت؟ يوسف بيرومي. يوسف بيرومي. الله يرحمه. رحمة الله عليه. قد ايه صار له متوفى؟ صار له تقريبا 10 أشهر. 10 أشهر. العمر لكم ان شاء الله. الحمد لله. وبعدين طلعنا من الطنطورة اجونا. اي سنة طلعت من الطنطورة؟ 48. سنة 48. قديش كان عمرك سنة 48؟ بال11 يعني 10 بال11. واعي الأحداث اللي صارت مظبوط؟ كل شيء بالطنطورة. بالضبط بالتفاصيل. واعي بكل شيء. ولما اجونا اليهود الساعة 1:30 بالليل. طيب قبل ما يهجموا عليك اليهود وقبل ما يهجروكم، كيف كنتوا عايشين معهم؟ يعني انتوا ضايقتوا اليهود انتوا؟ لا، احنا وياهم ارضنا بارضهم حدهم. ويجوا يسبحوا بالبحر عندنا. يسبحوا بالبحر. يوم العصر مثل هيك يسبحوا عندنا. يظلوا تقريبا المغرب تيروحوا. ايوه. ما حدا يحكيهم ولا يحكونا ولا نساويهم، ارضنا بحدهم. يعني كرومهم شو اسمه العنب حدنا. وفستق يزرعوا فستق ويروحوا هالناس، يعني احنا وياهم نخطشبوا. ما في عندنا هذول الهجنات اللي اجوا جديد. ايوه. قبل هاي المشكله، قبل المجزره ما كان في اي مشكله، ما كنتوا تضايقوهم يجوا عادي ولا نضايقهم والله. احنا وياهم جيران نقولوا احنا اذا ربحتوها انتوا بتديروا بالكم علينا. كان ما جيت سيد الحج عمر كبير كان ما بنعرف شو بصير. اذا ربحتوا انتوا المعركه بتحمونا. قالوا ما بختار اسامي الشباب. هم ربحوا المعركة واجونا بالليل. ايوه. طيب يا ستي بالاول، طيب قبل ما يعني كيف بلشت المعركة وامتى بعثوا لكم شيء انذار؟ قالوا لنا نسمح احنا وياهم، احنا الطنطورة احنا وياكم اصحاب. يعني بالاول كان يعني اهل الطنطورة بالرغم من علاقتهم اللي كانت يعني سلمية مع جيران اليهود اللي كانوا موجودين. بس كان منهم ناس يقاموا زي ما قلت لي. الهجنات اجوا الهجنات. لا، من اهل الطنطورة كان في ناس يقاموا يعني. كان ناس يقاموا. كانوا ما بنسلم. حدا منهم باع ارضه شيء لليهود؟ ما حدا. حدا طلع من خاطره؟ لا، ما حدا طلع. غصبا عن الكل. ما حدا. طيب احكي لي كيف بلشت المعركة؟ بعثوا لكم شيء انذار؟ بعثوا لنا انه نسمح احنا وياكم وما بدنا هالحرب. بدنا احنا وياكم نعيش يعني بامان. يعني انه تستسلموا؟ بدنا نعيش احنا وياكم بامان، احنا وياكم جيران. ارضنا بحد ارضكم، نيجي نسبح عندكم، يسبحوا بالبحر عندنا. ما واحد يحكيهم ولا هم يحكوا مع حدا. احنا وياهم جيران، نروح نبيع عندهم اغراض، هم يجوا حصول احنا وياهم جيران. بس هم ما دخلهم، اللي اجوا من برا اليهود الهجنات. ايوه، اللي من برا احتلوا فلسطين. ايوه، هذول قبل ما يفوتوا على البلد بعثوا لكم انذار زي ما قلت لي قبل المقابله. لا، انذار قبلها بجمعتين انه ايش اسمه احنا وياكم صلح. تحاربونا يعني الطنطورة، احنا وياكم يعني جيران. ما حدا رد، كان احنا نقاوم. بدكم تقاوموا يعني تسليم وانكم تكونوا معاهم؟ لا. طيب كان في بالبلد جيش شيء؟ كان ما كان كلهم مدنيين؟ كلهم مدنيين ومعهم سلاح ونشتري سلاح وفي برن على المدرسة. يعني أسلحة بسيطة ما كانت؟ أسلحة بسيطة. شو هي الأسلحة اللي كانت موجودة تقريبا؟ برن على المدرسة. رشاش يعني؟ رشاش ومعهم بواريك. بس أكتر؟ خلصت الذخيرة، صارت البارودة خشبي. أيوة. هاي طيب الأهل الطنطورة جهزوا شيء للمعركة؟ يعني يروحوا حرس يقاوموا بس. هذا. طيب امتى بلشت المعركة؟ امتى دخلوا عليكم اليهود؟ دخلوا علينا اليهود الساعة 1 بالليل. شو اليوم اللي دخلوا عليكم فيه؟ يوم الأحد. يوم الأحد. يوم الأحد. الساعة 1 بالليل. الساعة 1 بالليل كنا نايمين. من وين دخلوا؟ شو الجهات اللي دخلوا منها؟ دخلوا من تلا كفرلان.
من كفر لام شمال ولا جنوب الطنطورة؟ لا شمال الطنطورة. شمال الطنطورة. ودخلوا من البرج من القبل. من القبلة يعني من الجنوب. من الجنوب. دخلوا من سكة الحديد. ناس من سكة الحديد. وإشي من البحر. أيوة يعني هجوم بري وهجوم بحري لأنه الطنطورة كانت على الساحل. على الساحل. على يعني كان بجنبكم جبل الكرمل. بحيفا. بحيفا. مو بعيد عنكم. الحمد لله. نعرف كل شيء. أي يعني الساعة 1 بالليل بلش الهجوم عليكم. وكيف بلش الهجوم؟ كان يعني على الحرس يجاوبهم وهم يجاوبوا الحرس. اشتباكات يعني. اشتبكوا. بالأخير ما يعني كتير عندهم جابوا أسلحة كتير ويهود كتير. يعني كان عددهم كبير هم اللي هجموا. عددهم كبير واحنا صغير. يعني قديش بتقدري عددهم يعني؟ احنا صغيرين. قديش بتقدري عدد اللي هجموا عليكم؟ ممكن تقدري يعني ولا ما؟ ألوف. بس كتار يعني. كتار اللي هجموا عليكم. كتار أدوا بالدبابات. احنا ما عندنا دبابات ولا عندنا. وشو كمان هجموا؟ وشو كمان كانت أسلحتهم؟ أسلحتهم هم دبابات وبواريد. ويعني بعدين حطونا لما استلموا البلد حطونا على البحر. طيب هلا بنرجع لانتهاء المعركة. أول شيء يعني شو الأحداث اللي صارت بالمعركة؟ هاي الساعة 1 إنه بلشوا يهجموا عليكم من شمال ومن قلت لي من عند السكة ومن الجنوب ومن البحر وبأسلحة ودبابات يعني أسلحة ثقيلة وأسلحة خفيفة بهجموا عليكم. كيف بلشت المعركة؟ احكي لنا تفاصيل المعركة. بلشت المعركة من الساعة 1:30. صاروا هم الحراس وهم وياهم يهجموا عليهم يعني يكاوموا الحراس بس ما في سلاح كتير. ايوه. بس اللي على شو اسمه المدرسة يكاوم. مين اللي كان بالمدرسة؟ هو صفية. شو اسمه؟ عيسى الحمدان. عيسى الحمدان. كان متمدرس بمدرسة. نعم هو مع الجيش الإنجليزي. ايوه. متعلم. يضرب عليهم هم جايين من شو اسمه هذول من السهل. ايوه. في قمح يحطوا على القصات سبل قمح ويمشوا بين القمح. ايوه. بينيهم من انهم هذول قمح هذا اللي بيمشوا. وجاب لهم اليهود عاملين عليهم شو اسمه سبل قمح ويشوفهم هذا. طخ كثير منهم. قتل كثير يعني؟ قتل كثير. بعدين خلصت الأسلحة منه كانوا قبضوه صاروه بالسكاكين. شو سووا فيه بالسكاكين؟ صاروا ينغزوا فيه بالسكاكين قتلوه. يطعنوه بالسكاكين يعني؟ يطعنوه بالسكاكين. واحد شايفه متخبي بين الجبل وشايفه هم يضربوا فيه. يعني بعد ما خلص السلاح معه ووقع بإيدهم بالأسر اجوا راحوا أعدموه بالسكاكين يعني ضرب بالسكاكين. ما أخذوا يسير. ما أخذوا أسير. ما أخذوا يسير. بعدين أجوا على الطنطورة جوا. طيب في حدا تاني كان يقاوم بشراسة زي أبو صفية اللي قلت لي عنه؟ أكثر شيء هو كانوا يقاوموا بس أكثر شيء بالورشة وبالبرج. واستطاع يعني والمقاومين يعني قدروا من أهل البلد قدروا إنه يقتلوا من اليهود؟ قتلوا منهم من اليهود. قتلوا منهم. بس هم شافوا حالهم رايح منهم كتير صاروا يلموا ينقوا الشاب المنيح وصفوهم على الحيط. هاي بعد ما انتهت المعركة يعني كان انتقام يعني. انتقام يصفوهم يلا يصفوهم يضربوهم عروسهم. امتى انتهت المعركة؟ انتهت المعركة يا سيدي يعني قدام الظهر بشوي. طيب عند الظهر يعني من الساعة يعني تقريبا شي 12 ساعة ظلت المعركة. بعدين اجوا صاروا يفوتوا على البيوت ويقولوا يلا يا خواجة سلمنا صاروا يضربوا هالشباب وانه حط ايدك على راسك يا خرا. حط ايدك على راسك يعني يسبوا ويهينوا الناس. يشتموا بالعالم وحطونا على البحر. لمونا حطونا على البحر صاروا يقول يلا انت في معك بارود في ناس خونة. مين هم الخونة؟ في منهم صالح العبود واسمه هذا من بيت الدسوقي مرعي الدسوقي. لافين حالهم بالحطات ونذاك في عنده بارود نذاك في عنده بارودة يلموهم ياخذوهم يطخوهم على بالبيوت يطخوهم. قديش عدد اللي طخوهم بيجي اكثر من 200 واحد. 200 واحد. سليمة بشكر طخوه بيت ابو القصب. سليمة بشكر شو كانت شغلته سليمة؟ سلاح من سوريا. من سوريا كان يهرب سلاح من سوريا سليمة بشكر. بيجي اسمه فسدوا عليه. هيك قالوا له يلا قالوا انا عندي 7 بنات قالوا ان شاء الله قديش يلا طخوا. ما شفع له هذا الشيء. ما ردوا عليه ولا شيء. في واحدة عندها 3 أولاد لم اخوته مشان فحشوا جو
جورة. فحشوا جورة يعني حفروا جورة. حطوا الشهداء. كانوا هذول اخوة اثنين، ما ظلش لإلي. يعني كان مقتول له اخوة اثنين يعني. اثنين وهو الثالث. هو هن اجبروه انه يحفر لنا القبر يعني مشان يدفن اخوانه. قالوا له انت الثالث بدك تروح. تحسب امهم طيبين. ايوه. تروح تقول اولادي طيبين وهم ميتين شافوا معهم. قال لهم هن قتلوهم. يعني وقتلوا لهذا الثالث؟ الثالث قتلوه. قتلوا ودفنوا فوقهم يعني بعد ما حفر لهم القبر. 200 واحد. هذول كانوا مقاومين شيء هذول الثلاثة ولا مدنيين؟ لا مقاومين يعني. مقاومين يعني. بقاوموا. ايوه بس هن بالاصل كانوا مدنيين يعني ما كانوا لا جيش ولا شيء. لا ناس كانت عم تدافع عن ارضها؟ لا كانوا مع شو اسمه مع الجيش الانجليزي. ايه قبل ما يعني هن ما كانوا منظمين بجيش يعني معين يعني. لا بس حرس يتعلموا سلاح وحرس. يعني مقاومة من أهل البلد. مقاومة. طيب شو في أحداث ثانية جرت بالمعركة؟ جرت بالمعركة يعني. أهل عين غزال وأهل الزين قالوا إنه إذا صار عندنا يعني يهود علينا تقدروا تساعدونا. بعثوا لهم مساعدة إنه يعني الضوء الأخضر يعني شو اسمه ضوء أحمر يعني عندهم خطر. ما اجوا ما قدروا يجوا صاروا لك البلد مستحلين. ايوه يعني ما بعد يعني اجت المساعده شوي متاخره للبلد بعد ما انتهت المعركه. طيب في صور ثانيه من الجرائم اللي سووها اليهود بالمعركه يعني احداث صارت بالمعركه انه كيف قتلوا مدنيين او بتحب تخبرينا عنها بتحب تحكي عنها؟ ايه قتلوا فيهم اللي ماشي بالطريق تروح تجي رصاصه يروحوا فيها نسوان زلام في واحد بقى تسقي للشهداء تسقيهم مي قامت الرصاصه اجت بسمها. هاي اللي كانت تزغرت قلت لي؟ صارت تزغرت مشان يساووا تشجع المقاومين الوطنيين. ايوه وبعدين قام ضربوها رصاصه بتمها. ضربوها برصاصه بسمها بنص تمها يعني. نص تمها. تسكي الشهيد الصاوب ما قدرت تتصله صارت تزغرت له قامت اجت رصاصه بسمه. ايوه. طب قتلوا شيء اطفال هم؟ لا ما قدموا. طب شو مين مثلا اسماء من المدنيين اللي ماتوا يعني اللي بتتذكريهم؟ اغلبهم مدنيين. مين مثل مين؟ احكي لنا اسماء من الناس اللي ماتوا. مثل هو هذول اولاد ثريا. ثريا شو اسمها كانت؟ ثريا ابو دريس. ثريا ابو دريس اولاد ثلاثه هذول اللي اندفنوا قلت لي كان واحد منهم يدفن. وهذا موسى اخوها للحجه مريم. شو اسمه موسى ايش؟ موسى سويركي. موسى ايش؟ موسى عيسى. موسى عيسى. موسى. نستشهد وبدار ابو صفيه بيجي 12 واحد. 12 واحد. كلهم كتبوهم. تتذكري حدا من اسمائهم من دار ابو صفيه؟ عيسى الحمدان ورفيق ووفيق وشو اسمه اشي مين شو اسمه نسيتهم كثير عرفتهم. طب نسوان قتلوا شيء نسوان؟ يعني تجيها رصاصة طايشة. المرة ما طب كيف فاتوا على البيوت بعد ما دخلوا البلد؟ شو سووا بالبلد؟ احنا تمينا كنا بدار واحدة. انتوا منكم تجمعتوا بدار واحد؟ تجمعنا بدار واحد. دار مين تجمعتوا؟ سيدك الحج عمر دار زين. عمر ايش اسمه؟ ابو ماضي. عمر ابو ماضي. هناك صاروا يصفوا بين اجرينا ارهاب. ايوه. ارهاب وكنا سلمنا يا خواجه بعد ما اجوا. انتوا كنتوا محصنين معكم سلاح بهالمكان اللي كنتوا فيه؟ لا. عم بتقاوموا بهذا المكان؟ لا. غالبية اللي موجودين مين كان غالبية الموجودين؟ نسوان واولاد. يعني النسوان والولاد تجمعوا بهذا البيت يعني؟ لا الاولاد والعسكريه مع بعض. بعدين اجوا صاروا يطخوا على رجليكم؟ صاروا يطخوا على رجلينا صاروا ارهاب صاروا يشرخوا الاولاد اخذونا كلهم على البحر. يعني من هذا البيت سحبوكوا على البحر؟ حطونا بالبحر نشوف الشباب مكتلينهم بالشوارع. يعني كل شيء شاب قتلوه يعني؟ لا فيهم لا ايش اسمه في واحد اسمه من دار ابو هنا فضل ابو هنا ذابحينه ذبح بالسكينه. ليش طيب ذبح هذا؟ حسبوه عراقي. لانه يعني لانه فكروه عراقي ام ذبحوه ذبح. ايوه. لكن شو اسمه ناس يعني كثير ميتين على الشارع كانت زيهم رصاصات ميتين. حطونا بالبحر بدهم حطوا علينا حراس جابوا نسوان وصاروا يفتشوا فينا. شو اسمه اليهوديات تفتش النسوان واليهود يفتشوا الزلام. ايوه. لقوا معاهم هالناس معاهم شيء ذهب كثير حطوه على رؤوسهم وصاروا ينقضوا بالخيل.
احنا ربحنا الطنطورة. يعني عم بيحتفلوا انه هن احتلوا الطنطورة. احتفلوا هم راكبينها الخير وحطوها الذهب. عروسهم من دار الحج عبد اخذوا طاسة ملانة ذهب حطوها عروسهم، وكانوا احنا ربحنا الطنطورة وصاروا يخيلوا بهالخيل. وين رحتوا احنا ربحنا الطنطورة واحنا نتفرج عليهم. ايوه. بعدين وين اخذونا حطونا على المقبرة. واحد اللي كان جوزها من مكاتبينه صارت تعفرهم بالرمل. شو حكت لهم؟ قالت لهم قتلتوا سلمان هيك وهيك ثبت دينهم. قال هذا باكا بيجي بيعاون الطنطورة من فراديس. بيجي بيعاون اهل الطنطورة. يعني مقاوم، يعني بيجي من فراديس، من بلدة فراديس للطنطورة. صارت تسبهم وتشتمهم وقالوا لها هسه بنطخكم فوقكم. قالوا لهم طخوني هيك وهيك إلكم. عاد ركبونا بهالسيارات. طيب بعدين يعني قديش قعدتوا حتى ركبوكم بالسيارات؟ امتى ركبوكم بالسيارات؟ بعد الظهر للعصر تقريبا واحنا بهالبلد. يعني هجروكم بشكل فوري يعني؟ بلد صغير يعني بشكل فوري يعني بس دغري طلعوكم من البيوت وسرقوا الممتلكات؟ كله خدوه. شو الممتلكات اللي خدوها؟ ذهب؟ اخذوا الذهب، اخذوا المصاري، وكل واحد يفتشوا فيه لكم مصاري خدوها معديه تم فيها 10 ليرات فراطه. حطوا ايدها هيك. اليهوديه كانت تلعب بالشانه يا حبيبي. كانوا في واحد شلحوها الحلقه وشربوا ذانها. قطعوا يعني شرطوا دانا شرط، سحبوا الحلق بالغصب يعني بالقوه. صار ينزل الدم من دانا. عصابات يعني. هجنات هذول من الهجانه. من تعون شرون. كلهم هذول اللي اجونا من تعون شرون. ايوه. طيب يا حاجة، شو مثلا شو في كمان صور من قبل ما تتهجروا؟ شو صار كمان يعني وقت هذا التجمع، وقت لما كانوا يجمعوكم؟ شو سرقوا منكم كمان؟ شو حكوا لكم؟ شلون عاملوكم؟ ما طلعنا بهيك حافين. طلعوكم حافين يعني كل الممتلكات اخذوها منكم؟ حافين، كنا نايمين بالفراش حافين. كل الاغراض اللي عندنا كله اخذوها. ما خلوا شيء يعني. ما خلونا شيء. حطونا بلد صغير اسمها فراديس. طلعوا بعدين جابوا سيارات، قلت لي باصات. حطونا فوق بعض وحطونا بفراديس. بالباصات شو حكوا معكم؟ كيف عملوك بالباصات؟ السيارات بنقول له يا خواجه، انا قلت له يا خواجه بدناش نروح على بيتنا. قال يا حبيبي احنا بعثنا لكم تسلموا مثل الغوارني من الفراديس. ما قلتوا تسلموا. انتوا صرتوا تقاوموا فينا. واحنا ما في هاي إلنا ربحناها احنا. انتوا ما قبلتوا. يعني تطهير عرقي، يعني سحبوكم كلياتكم من البلد، هجروكم بشكل قسري يعني. كلياتنا عند مختار اسمه تبع فراديس. حطونا ببلد اسمها فراديس وصغيره، بلدنا اكبر. وبعدين ردوا خذوا. قد كم يوم قعدتوا بفراديس؟ قعدنا والله في تقريبا شهر بفراديس. وين حاصرينكم؟ كانوا حابسينكم بشي محل؟ لا، كل واحد حاطينه بدار عند الجماعه، حطونا عندنا. ايوه. بعدين كانوا اذا بتحبوا تطلعوا على العرب نطلعكم. ايوه. طلعونا على طول كرم. هناك كم ساعة من فراديس لطول كرم؟ ما بعيد، تلجليل وهالدنيا. قالوا لنا يلا انزلوا، اضاكم العرب يستنوكم هنا. نزلنا بس هيك الحم هاي. قد يعني كانت الدنيا حامية بالصيف يعني. مثل هون والحجر الاسود. واحنا حافيين والزفت تلزق عجرنا. قاموا شو قالوا لنا بس وصلنا. شو صار بيكم يا خواتي؟ ان شاء الله ما عملوا فيكم العرض سالم. كنا من العرض سالم بس الشباب كتلوهم. قالوا يلا راحوا شهداء هذول. وصاروا يلبسوا هالولاد الصغار صنادل هالطول كانوا. وحطونا بمدرسة. صاروا حطونا طعمونا تفاح مع رغيف خبز. ايوه. طيب خلال رحلتكم من فراديس لطول كرم، اليهود كيف عاملوكم؟ وكيف شو سووا معاكم؟ ما سووا؟ يصوروا فينا. شو يصوروا فيكم؟ كانوا هذول الفلسطينيين لهم ذناب يعني زي الحيوانات. يصوروا فينا ويجوا من البيارات هيك يسووا علينا الأسلحة. سلطوا علينا الأسلحة والولاد السرق والنسوان السرق. معناش الإسلام أخذوهم يسرى وظلين النسوان. طب الأسرى من الرجال وين ودوهم؟ ودوهم على زمرين، على زخرون يعقوب. الاسم هلا زخرون يعقوب. هم عندهم زخرون يعقوب. كان اسمها هن اليهود كانوا بيحكوا لها على وقتكم زخرون يعقوب، والاسم العربي احنا زمرين. زمرين، الاسم زمرين. انتوا بتقولوا عنها زمرين، انا بقول عنها زخرون يعقوب. ودوها هناك. طيب صاروا عذبوا فيهم يقتلوهم.
طيب شو حكوا لكم يعني انتم شفتوا شيء حدا طلع من هذا الأسر؟ لا، ما بعدين حطوهم 11 شهر، بدلوهم من شو اسمه هذا مصطفى التل، شو اسمه وصف التل. وصف التل بدلهم بيهوديات ويهود طلعوا. ايوه. طب الأسرى هذول شو حكوا لكم شفتوا حدا منهم يعني حكوا لكم عن المعاناة؟ لا، بس طلعوا صاروا. شو حكوا؟ مين مثل مين؟ مثل جدك او جدك ابو امك، جدك ابو ابو يسرى، مثل اولاد عم ابوه عبد الله بشكور وهذول واخواتهم كلهم هذول طلعوا. شو سووا فيهم بالسجن؟ يعذبوهم، يطعموهم جلبانه تبع الابقار هذا، تبع البقر. جعانين ينطعمهم رغيف ما ادري نص رغيف، يعني تسكيب. بعدين يجوا عليهم بالمعسكر يرشوا عليهم رصاص مشان يخوفوهم يضلوا انه ما حدا يسترجي يهرب او هيك، مشان ما حدا يهرب. واحد من شو اسمه من الخليل ما بعرف، لا والله من ضغطوه طخوه، صاروا عندنا ضراب اليسرى، كانوا بكره بناخذ خدنا واحد مثل شو اسمه سليم ترتيب ما بعرف شو اسمه باليافا. هذا سليم سلطة على اليهود، كان بس تمرق سيارة اليهود طوالي طخ عليهم، الله يرحمه. حتى بيجي خير الله منهم. عاد اخذوا يسير واخذوا قالوا له هرب، عنده هرب، كذابين. ما هرب ولا شيء. لا، ما هرب ولا شيء، اخذوه على البيارة واخذوه طخوه بالبيارات. يعني طلعوه من السجن وطخوه بالبساتين. لانه ضراب المساجين. قالوا احنا بطلنا نطلع الا يجي علينا الصليب الاحمر. اجى عليهم الصليب الاحمر بطلوا يطخوا عليهم. بعدين طلعوا. طيب لما بعد ما وصلتوا طول الكرم رحنا احنا على الخليل. من الخليل جينا على بصرة. بصرة بهالسكعة ماتوا. طيب خلال يعني قديش امتى طلعتوا على الخليل من طول الكرم؟ ما قعدنا بطول الكرم ابو خالد. وين قعدوكم بطول الكرم؟ بالمدارس. تتذكر شيء اسماء المدارس، اسماء الاماكن ما بتتذكر؟ بالخليل حطونا بالمسكوبية. وبعدين طلعتوا لوين؟ توجهتوا لبصرة قلتي لي؟ توجهنا لبصرة. صاروا بصرة امتى وصلتوا لها؟ اي شهر وصلتوا لها؟ وصلناها بالبرد. بالشتاء يعني؟ بالشتاء. يعني كان قاضي عليكم شيء 3 أشهر وقتها؟ علينا معناش ولا غطا، معناش وطيات. الاولاد الصغار كل يوم يموت واحد واثنين، واحد يمثلها اثنين، واحد يمثلها. مين هن اللي مثلهم ناس من اهل الطنطورة؟ مين هاي الحجة وحيدة؟ بنت عمها لأمي. شو اسمها؟ الحجة وحيدة بنت عمار أب ماضي. أنا قلت لها الحجة عمار أب من بيت أب ماضي. شو اسمه ابن خالتي غزالة، شو اسمه راح له ولدين، اسمه واحد تيسير وواحد عبد. تيسير شو اسمه الأسماء بالكامل احكي لنا حجة. دار أبو ناهي. يعني تيسير أبو ناهية طفل صغير يعني. بعدين مين اللي راح أخرى ابن الحج مريم. ستة كم رجل منها راح لها من دار أبو صفية الولد. اسمه حسن أبو صفية الولد. شو اسمه؟ حسن. اسمه حسن. الحسن من بيت أبو صفية. وراح أخرى أولاد كثير والله. كانوا يموتوا من البرد؟ لأنه ما في أغطية. ما في. وين ببصرة كنتوا قاعدين؟ بالقلعة تبعت بصرة اللي بيروحوا بيعملوا فيها تماثيل. بالمدرج يعني؟ بالمدرج. عند المدرج. تحت احنا كنا قاعدين. سقعة برد كثير. طب اجت شيء أمراض عليكم وعلى الأطفال؟ والله هاي مرضوا الأولاد وماتوا من السقعة ومرضوا، ما في معنا أدوية ولا معنا شيء. وامتى اجتكم المساعدات؟ بلشت تجيكم المساعدات؟ اجتنا من هناك المساعدة، صاروا ينطونا طحين ونعجن ونخبز عصاج شو تعبنا. نروح نجيب كسر الذرة مشان نولع. الأولاد تخنقوا من الدخان. الحمد لله والله تعبنا يا ستي والله تعبنا والحمد لله. وهجينا ردينا على السويدة، من بصرة ردينا دينا على السويدة. كانت في حياية ببصرة أسكشان، نشوف ان تزلط الحية تزلط العصافير. والله نشوف قلنا لهم بدناش يا ابو شبكة بيفجوا علينا حيايا. رحنا على السويدة منيح، قعدونا ببركسات
أزمات الفرنسوية وقعدنا هناك وانبسطنا بالسويد أكثر. يعني ما حدا يعني الأهالي استقبلوكوا بترحاب يعني؟ والله استقبلونا ولا يخطي إن كان ببصرة ولا إن كان بسويدة ولا إن كان بعد ما طلعتوا على دمشق؟ استقبلونا وإشي أجابون على الشام وقعدنا الحمد لله. صرنا اختاريين من 10 سنين صرنا 70 سنة وأكثر من 70 سنة. صرت 73 اللي بخلفك يعني. طيب شو بتحكي كلمة أخيرة؟ شو بدي أحكي؟ الله يسر اليهود وأمريكا. خلاص بدي هيك. بريطانيا طلعتنا من فلسطين. بريطانيا أنطت شو اسمه اليهود أنطوهم يهوديات وأخذوا فلسطين. يعني. طيب بتتمنى ترجع إلى الطنطورة إذا بقولوا لك؟ بنصب خيمة. نصب خيمة. والله في واحدة يهودية ما ياخذ واحد إنجليزي يشبوا عليها اليهود. يقولوا هاي مش منيحة مش كويسة لأن أخذت إنجليزي. تأخذ يعني مسلم ولا تأخذ إنجليزي. ومع هيك عطوهم. تأخذ واحد مسلم ولا تأخذ إنجليزي. طيب يعني هلا أنت بتتأمل ترجع إلى الطنطورة حابة؟ طيبين على بعض. بإذن الله كله هذا ترتيب الله والله كله ترتيب الله. ترتيب رب العالمين. ترتيب رب العالمين. إذا إلنا عمر نرجع وإذا إلنا نصيب نطرباتنا هون بتعرف. إن شاء الله بترجع يا حجة. الله يرضى عليك. الله يخلي لك أولادك يا رب. وشو بتحكي كلمة للأجيال الثانية مشان شو بتحكي كلمة للأجيال الثانية؟ لمين شو بدي أحكي؟ يعني مشان التمسك بالبلد مشان. والله الوطن في أغلى من الوطن. ما في أغلى من وطن الواحد. يعني بدينا بطننا وأرضنا ونأكل من أرضنا ونزرع بطيخ ونزرع خيار ونزرع قمح كله من منتجات بلادنا كله في أرضنا. دشرناهم أخذوها اليهود. شو نعمل؟ الحمد لله. غصب ولا واحد بيطلع من داره غصب عنه بكينا شو اسمه كابسين الجبنة واللبنة متحبرينها. لا ما فيش شيء ناكل. هلا يا الله الحمد لله. هيا هم صاروا هالأولاد صرنا اختيارية الحمد لله. إن شاء الله بكون لك نصيب وترجعي. إن شاء الله يرضى عليك. خلي لك أولادك وشوف أولادك شباب. الله يسلمك يا رب. الله يرضى عليك واتبع أولادك يا ست تبعون جامعة ودينين ومنحين.